اللهم صل على محمد وآل محمد. حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج الروحانيات وطب الإمام الصادق عليه السلام. الأكلات اللازمة في البيوت. هناك أكلات ضرورية أن تتوفر في كل بيت. هذه الأكلات هي صحية، طبية، علاجية، وقائية لكل إنسان. واحدة منها التمر، وهو مقوي ومفيد وأيضا مغذي. كذلك ملح البحر، احنا نصيح له بالعراق نقول عليه ملح خشن. ملح الخشن ضد البكتيريا وضد الالتهابات. كذلك الخل الطبيعي هو طعام وغذاء للأنبياء عليهم السلام، ويعالج الفقر. راح تقولون شلون الخل يعالج الفقر؟ الخل وجوده بالبيت، وجوده بدون استخدام، هو وحده يعالج الفقر. الأمر الآخر زيت الزيتون. زيت الزيتون هذا الزيت مقدس وطعام الأنبياء، ومفيد للتخلص من الشياطين. وأنا ذكرت طريقة الاستخدام الزيوت في حلقات متعددة لكيفية الخلاص من المس والشياطين. وكذلك يجب أن يتوفر في البيت السكر النباتي، علاج للأمراض، وأيضا فيه فوائد جدا جدا